محافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع وزارة الصحة مؤتمرا بعنوان كفر الشيخ خالية من فيروس سي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية. احنا بدأنا الحملة ديت من 21/1/2016 دلوقتي النهاردة سنة بالكامل الحمد لله تم القضاء عليها. مش هنقول قضاء عليها تماما، لكن احنا هنقول احنا عالجنا 55,000 حالة في الحملة، في 11,000 حالة كانت في طابور الانتظار تم إعطاء الأدوية بتاعتهم. نسبة الشفاء حتى الآن 100%. احنا بنسعى من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الامراض والقضاء على الفيروسات بصفه عامه، والاهتمام بصحه المواطن، الاهتمام بالتعليم، لكن مش عايزين نقول القضاء، عايزين نقول السعي وراء مكافحة هذا المرض. الحمد لله مشاركة صندوق تحيا مصر مع وزارة الصحة مع مديرية الصحة بكفر الشيخ الدكتورة لميس مع السيد المحافظ شيء جميل جدا اتعمل طبعا للقضاء على قوائم الانتظار بتاع توفر العلاج بثمن رخيص جدا. احنا عملنا مسح شامل ل 380,000 مواطن 323، واللي طلع منهم ايجابي مؤكد ايجابي بالبي سي ار، لان طلع طبعا في اكبر من كده العدد اللي هو في الاول، لان طبعا بيبقى بالرابid تيست وكان بيبقى بالاجسام المضاده، ففي ممكن يطلع نسبه ممكن يطلع ايجابي وهو مش ايجابي، يعمل البي سي ار ويطلع يبقى البي سي ار مؤكد 37,000 بنسبه 10%، ونسبه الشفاء وصلت 97%. الاحتفالية النهاردة بتعمل بمناسبة مرور عام على بداية الحملة اللي بدأت 21 يناير، واحنا يعني معالي المحافظ أكد على أنها في نهاية عام بعد تعليمات ومبادرة الرئيس السيسي ان مصر تبقى خالية من فيروس سي في 2020. كون ان احنا نوصل لمرحلة ان محافظة كفر الشيخ تبقى خالية من فيروس سي، فده انجاز كبير جدا يحسب لوزارة الصحة ويحسب للحكومة كلها، ان احنا نوصل ان محافظة كفر الشيخ ما عادش فيه قوائم انتظار لفيروس. الحقيقة انا مش هقدر اقول لك هذا الكلام هل التجربة مفيدة او لا الا بعد التقييم. لازم تقييم التجربة تقييما كاملا ويتحط فيها معايير لهذا التقييم، ونشوف احنا اشتغلنا صح ولا في تعديل ولا هنستكمل ويكون بعدها القرار.